الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. هنأ رئيس الوزراء للإمارة الإسلامية الملا محمد حسن أخن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التركية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا منتخبا. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: تم تعيين الملا محمد ناصر وكيل الإيرادات والجمارك الأسبق في الوزارة المالية كوزير المالية بناء على أمر سماحة أمير المؤمنين. يقول وزير الإرشاد والحج والأوقاف: تستمر عملية إرسال الحجاج إلى السعودية بسرعة. تم تشغيل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية في مستشفى عين ميناء الذي يضم 350 سريرا في مقاطعة قندهار. وفقا للمسؤولين تم تفعيل هذه الآلات من ميزانية وزارة الصحة العامة بقيمة 45 مليون أفغاني. صرحت دائرة الصحة العامة من مقاطعة بلخ: تم علاج أكثر من 2000 مدمن مخدرات في هذه المقاطعة المذكورة، وأضاف أن 4 مستشفيات تنشط محليا لعلاج المدمنين. صرحت وزارة العدل إنه تم نشر 65 قرارا وأوامرا وتعليمات لسمو أمير المؤمنين حفظه الله تعالى في الجريدة الرسمية.